إن أمة الإسلام تستقبل موسما جديدا من مواسم الخير المباركة التي ينبغي أن يستثمرها المسلم. إن التاجر الذي تراه إذا دخل موسم من المواسم التي تتضاعف فيه الأرباح اجتهد في ذلك الموسم ما لا يجتهد في غيره، فالمؤمن من باب أولى أن يستغل هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة والرضوان، شهر التوبة والرجوع، شهر الإيمان والقرآن، شهر عباد الله معظم عند الله سبحانه وتعالى، شهر نزل فيه ذلكم القرآن الذي أخرج الله عز وجل به البشرية من الوثنية وعبادة الأوثان. هذا الشهر عبد الله تحفظ به سمعك عن استماع الأغاني والألحان، تحفظ به بصرك عن النظر إلى المحارم، تحفظ به لسانك عن الكلام المحرم والزور والبهتان، تحفظ به يديك عن البطش والطغيان، تحفظ به رجليك عن المشي إلى المحرمات. نعم عباد الله، هذا الشهر اختص